الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل اختبارات شهر أبريل في الدراسات الاجتماعية على قناتكم المفضلة، قناة اللغة العربية الشاملة. أولا، أمامك خريطة صماء لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام عليها. دولة الرائدة في إنتاج الطاقة الشمسية رقم 1 طبعا هي دي دولة مصر. 2، خليج غينيا. 3، البحر المتوسط. 2، ما المقصود بكل من الاستعمار؟ الاستعمار هو سيطرة دولة على أخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا لنهب ثرواتها الطبيعية واستغلال أراضيها وشعبها. 2، النجمة الخضراء. النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح للفنادق التي تطبق ممارسات تقلل من الآثار السلبية للسياحة على البيئة والمجتمع. بعد كده رقم 2، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أحد المقومات الطبيعية للسياحة في مصر المواقع الأثرية ولا التنوع الثقافي ولا تنوع الحياة البرية؟ تنوع الحياة البرية. 2، ادعت بريطانيا عند احتلال زنجبار أنها تكافح تجارة الرقيق، وبذلك تكون اتبعت أسلوب الاحتلال العسكري ولا الغزو الثقافي ولا النشاط التجاري ولا استغلال الشعارات الإنسانية. بعد كده، بما تفسر صعوبة مد شبكات سكك حديدية بقارة أفريقيا؟ طبعا بقارة أفريقيا لوعورة السطح أو غزارة الأمطار. 2، خيب مؤتمر الصلح في باريس آمال المصريين بسبب اعترافهم بالوجود البريطاني في مصر. أهمية السياحة في قارة أفريقيا أنها مصدر أساسي للدخل القومي والنقد الأجنبي، تجذب الاستثمارات الأجنبية، تساعد على تبادل الثقافات، توفر فرص عمل للشباب. بعد كده بيقول لك هنا صوب ما تحته خط. تعد أهرامات مروة من أحد المعالم التراثية لحضارة أكسيوم، لا، لحضارة كوش.
تعد دولة أنجولا أكبر دول إفريقيا في إنتاج الفحم. لا، دولة جنوب إفريقيا. ما النتائج المترتبة على وجود انحدارات شديدة في أنهار إفريقيا أدى ذلك إلى الحد من كفاءة النقل النهري عبرهما أو عبرها. 2. اتجاه إفريقيا إلى ثقافة الإنتاج بدلا من الاستهلاك أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. جديدة. جهود نيلسون مانديلا في الكفاح الوطني بجنوب إفريقيا ترتب على ذلك حصوله على جائزة نوبل للسلام وانتخابه كأول رئيس لجنوب إفريقيا من السكان الأصليين. نموذج رقم 2. أمامك خريطة مصممة، اكتب مدلول الأرقام. رقم 1 مضيق موزمبيق. دولة احتلتها فرنسا. الجزائر. دولة تشتهر بإنتاج البترول. أنجولا. بما تفسر تمتلك أفريقيا تراثا حضاريا غنيا بسبب ما خلفته الحضارات القديمة التي ازدهرت على أرضها. ويمثل هذا التراث عامل جذب عامل جذب للسياح. 2. قيام الدول الاستعمارية بإعادة ترسيم حدود الدول الإفريقية وذلك لإضعافها سياسيا واقتصاديا. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. تقترب مناطق شمال إفريقيا من قارة أوروبا. المرحلة الثانية من الاستعمار ارتبطت بالثورة الصناعية. دلل على صحة العبارات التالية. ساهمت مصر بشكل كبير في تحرر الدول الإفريقية. طيب، عملت ايه مصر؟ طبعا أول حاجة حيث قامت بتقديم المساعدات المادية والعسكرية
لدعم التحرر الإفريقي. كمان فتح مراكز للتدريب العسكري في بعض الدول الإفريقية. 2. إتاحة الفرصة لحركات إتاحة الفرصة لحركات التحرر الإفريقية لاتخاذها القاهرة مقرا سياسيا وإعلاميا لها. لها إنشاء إذاعات موجهة لدول إفريقيا المحتلة بلغتها المحلية لمساعدة شعوبها وحركات التحرر بها. رقم 2. تتعدد أنواع النقل في قارة إفريقيا حيث يوجد بها النقل المائي والنقل البري والنقل الجوي. 2. تشتهر محمية غابة دجا بتنوعها البيولوجي حيث يوجد بها عدد كبير من الثدييات وبعضها مهدد بالانقراض. 2. اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ أمام العبارة الصحيحة والخاطئة. تبينت مصر مبادرة نيباد والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية. صواب. 2. أسس سعد زغلول الحزب الوطني عام 1907. خطأ. مصطفى كامل. أجب عما يلي. حدد الأثر الناتج عن تنوع المناخ في قارة إفريقيا بالنسبة للسياحة. أدى إلى توافر مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية بها على مدار العام، وبالتالي جذب السياح لها. ما المقصود بالثورة الصناعية؟ علمية واقتصادية واجتماعية كبرى نتيجة اكتشاف الآلة البخارية. ما العلاقة بين الفوسفات والنشاط الزراعي؟ يدخل الفوسفات في صناعة الأسمدة الزراعية، مما يفيد في زيادة الإنتاج الزراعي. إلى هنا نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.